السلام عليكم. النهارده جايب لكم فيلم اكشن وكوميدي في نفس الوقت وكل الحاجات اللي بتحبها. فلو دي اول مره تشوفني فانا محمد، ودي قناه تلخيص على السريع، وده المكان اللي بنفصفص فيه الافلام لقطه لقطه. فيلا بينا نصلي على النبي ويلا بينا. بدايتنا مع احمد، مدرس كيمياء غلبان ودايما في حاله بعيد عن المشاكل، ومن كتر غلبه ما بيقدرش يسيطر على العيال في الفصل، وواخدينه ملطشة، ومفيش غير جرس الفسحة اللي بيحوشه من تحت ايد العيال. وفي يوم قرر يروح الشهر العقاري ومعاه عقد بيع فيلا، محتاج يعرف اتباعت لمين بالظبط. وبعد مناهدة مع موظف الشهر العقاري بيعرف انها اتباعت لواحد اسمه تيمور. ساعتها بنشوف رد فعل غريب جدا من احمد، وكأن تيمور دوت لبسه خازوق محترم، وهو خارج فضل يشتم فيه. وما كانش ده أسوأ حاجة حصلت معاه في اليوم دوت، لأنه شاف الأسوأ بمجرد ما خرج من مصلحة الشهر العقاري. وهو بيعدي الطريق عربيتين زنقوا عليه وحشروه بينهم، ومن بعد ما عدى بين العربيتين نزلوا شوية رجالة وفضلوا يجروا وراه، وفين وفين لما قدر يفلت منهم ويتوههم عنه. طب تفتكر ان دي كانت أسوأ حاجة هتحصل مع احمد في من بعد الشهر العقاري؟ لا، خد التقيلة بقى. وهو بيعدي الطريق للمرة التانية عربية خبطته وقامت حدفته على عربية تانية اللي قصادها. بعدها بنروح للسعودية وبنشوف الباش مهندس احمد. ايوه زي ما سمعت كده، هو اسمه احمد برضه، وده كمان احمد. والعلاقة اللي تربط بين الاتنين ان احمد اللي بيقوم بشخصيته الفنان احمد السقا يبقى خال احمد اللي بيقوم بشخصيته الفنان احمد فهمي. شوف الصدف بقى يا اخي، في نفس اليوم اللي احمد دخل فيه المستشفى، احمد ابن اخته كان راجع من السفر. ومجرد ما وصل مصر وقابل خطيبته ضحى، جات له مكالمه من المستشفى اللي خاله محجوز فيها، وبلغوه انه موجود في المستشفى الفلانيه. في لمح البصر احمد وضحى خدوا بعضهم وراحوا المستشفى. المفاجأة بقى ان احمد اللي محجوز في المستشفى ما كانش فاكر ولا اي حاجة حصلت معاه، حتى ضحى نسيها هي كمان. اصل اتضح يا معلم بقى ان احمد حصل له فقدان ذاكرة بسبب الحادث اللي مر بيه، وسقط كل القديم في حياته. وهو ده الكلام اللي الدكتور بلغ بيه احمد، وعرفه حالة خاله. وفي ثانية الا ثانية هجم عليهم شوية رجالة في المستشفى ونزلوا فيهم ضرب. الغريبة بقى ان احمد مدرس الكيمياء اللي ما كانش بيعرف يهش ولا ينش ولا كان يعرف سكة المشاكل اتحول 180 درجة، وبقى واحد تاني خالص، لا حد قادر عليه ولا قادر يتخانق معاه. وبعد ما الرجالة بدأوا يضربوا فيه مسكوا معجنهم ومبطلش ضرب فيهم، لحد ما اتنين تلاتة منهم جم ومعاهم ضحى وفي ايديهم مسدس وبيهددوه. في اللحظة ديت احمد اضطر يستسلم ويسمع كلامهم ويروح معاهم في المكان اللي هياخدوه عليه. وللاسف لط معاه ابن اخته وخطيبته. وراحوا فين بقى؟ راحوا عند واحد اسمه رؤوف السماك، وواحد من اخطر الحرامية اللي في البلد. طب حلو السؤال ده. طب علاقة واحد زي احمد اللي هو مدرس كيمياء وغلبان بجماعة زي دول علاقة ايه؟ فصاحبنا قالك انا كنت جايب واحد اسمه الساموري وطلبت منه يسرق لوحة معينة، وفي المقابل اديته عربون 1,000,000 جنيه. بس سرق اللوحة وخد العربون وهبق، ومن ساعتها ولا انا قابلته تاني ولا هو ظهر. سألوه امالنا ومال الكلام دوت، فقال لهم ابدا انا جايب لكم علشان اخد رأيكم. راحوا باصين وقالوا لا مؤاخذة، يعني انت جايبنا هنا احنا التلاتة عشان تاخد رأينا في ايه بالظبط؟ اسمع بقى رد عليهم وقال لهم ايه. قال لهم لو انتوا مكاني كنتوا هتتصرفوا ازاي مع الساموري دوت لما يظهر مرة تاني؟ واستنى الرد من احمد وخطيبته. فاحمد قال له انا لو مكانك كنت هجيبه وعلقه وارنه علقه محترمه علشان اندمه على اللي عمله، وبعدين هديله مهله اسبوع يرجع فيها اللوحه. فرد عليه قال له لو عملنا معاه كده وبعدين اختفى تاني هنتصرف معاه ازاي؟ في اللحظه دي ضحى ردت عليه وقالت له يبقى انت عملت الواجب وزياده لما اديته فرصه في المره الاولى، اما المره التانية فانت هتجيبه وترمي السمك اللي ورانا دوت ياكله وتخلص عليه وتخلص من خيانته. واللي عرفناه عن نوع السمك اللي مربيه انه ممكن ياكل الانسان في اقل من 30 ثانيه، فعلا حاجه مدهشه جدا. وبعد ما خلصوا كلامهم راح باصص لاحمد وقال له نصا كده ابن اختك وخطيبته حكموا عليك وانا هنفذ حكمهم. والتاني قاعد ولا فاهم اي حاجه في اي حاجه، اللي هو وانا مالي انا ومال الحوارات دي كلها. فرؤوف قال له يا راجل يعني انت مش عارف ان انت هو نفسه الساموري؟ قال له ربنا ما حصل، انا احمد مدرس الكيمياء وماليش في المشاكل دي كلها. ساعتها رؤوف حس ان احمد بيستعبط وبيلعب بديله، فقال له انا قلت اللي عندي وقدامك اسبوع تخلص المهلة بتاعتك وتجيب لي اللوحة، والا ما تلومش غير نفسك. المعلومة هنا بقى ان اللوحة من اعظم اللوح اللي بيكاسو رسمها، واسمها الحمامة والبازلاء. مهمة عنده لانها تساوي ملايين. ما كانش مهم بالنسبة لاحمد واحمد قد ما كان مهم عندهم انهم اتلطوا في مصايب سودا مع واحد ما بيرحمش. والانيل من كل ده ان احمد مش فاكر اي حاجة من بعد الحادثة، ولا فاكر مين هم الناس دول اساسا. كل اللي فاكره انه مدرس كيمياء ماشي جنب الحيط وملوش في المشاكل. اما بقى ابن اخته فكان مصدوم صدمة كبيرة جدا
في خاله اللي هو خالي اللي كان بيدي العيال دروس ببلاش يطلع حرامي ونصاب وقتل قتلة، وفضل هو وضحى يجيبوه يمين ويجيبوه شمال على اساس انه ينطق ويتكلم اي حاجة ولا حتى يفتكر اي حاجة. هو ولا هنا ولا اي حاجة. الرواية الاوحش بقى في كل اللي بيحصل ان احمد ما كانش مصدق ان خاله يطلع منه كل ده، ويمكن ده السبب اللي خلاه يقول نصا كده: بص يا خالي، انا هفضل جنبك لحد ما الحوار ده يخلص، ومن بعدها انا في طريق وانت من طريق تاني، لا اعرفك ولا تعرفني. تاني يوم احمد وضحى اتجمعوا مرة تانية علشان يلاقوا حل للمصيبة اللي هم فيها، بما انهم يعني مبقاش قدامهم غير اسبوع واحد ويرجعوا يقابلوا رؤوف تاني. في وسط قعدتهم دي احمد شد مع احمد لحد ما خلاه خبط بايده الاتنين على المكتب، وهوب الباب بيتفتح فجأة على مكتب مليان سلاح وبلاوي سودا. وفي وسط المدعكة دي كلها ضحى لقيت مفتاح عربية ومعاها عنوان الجراج الموجود فيه. فاخدوا بعضهم هما التلاتة بربطة المعلم وراحوا على العنوان وفضلوا يدوروا لحد ما وصلوا للعربية. ومن هنا اكتشفنا معلومتين جداد يخصوا احمد اللي هو كان المفروض مدرس. المعلومة بقى ان احمد هو نفسه المعلم سعادة. ثانيا بقى لقوا تليفون في العربية اتفتح ببصمة وشه، معنى كده ان المفروض يعني التليفون كان بتاعه قبل ما يفقد الذاكرة. المهم ان لقوا شات بينه وبين واحد اسمه تيمور بيقول له فيه: انا ناوي ابيع اللوحه لرؤوف وكل ده. ومستر احمد لا هو فاكر مين سعاده ولا مين تيمور. المفاجاه بقى التانية اللي هما بيفتحوا شنطه العربيه لقيوا فيها مصيبه جديده: ايد واحد مقطوعه ومحطوطه في الشنطه. واللي عايزك كمان تعرفوا انهم لقيوا لوكيشن في الشات وقرروا يروحوا عليه. وصل لهم بقى على فين؟ وصل لهم على شقة واحد اسمه شريف نجيب وبيشتغل ضابط مهم. المهم بقى ان التلاتة فضلوا يدوروا في الشقة على اي حاجة توصلهم لاي دليل او تساعدهم حتى يفهموا اللي بيحصل ويفهموا في ايه. المهم بقى الباشمهندس احمد قدر يوصل لمكان سري بمجرد ما فتحه. لقي قدامهم خزنة. الخزنة دي بقى معمولة ببصمتين، بصمة منهم تخص خاله والتانية محدش يعرفها وفين، لحد ما افتكروا ان هم لقيوا ايد، فافتكروا ان هي ممكن تكون هي البصمة التانية. وبالفعل جربوها ولقيوا الكلام ده مظبوط. بس حتى الان ما يعرفوش مين صاحب الايد لقيوا شوية فلوس على شوية بودرة وفي النص كده لقيوا فلاشة. فالمستر قالك المليون جنيه دول يبقوا العربون اللي هو اخده من رؤوف. طب والفلاشة؟ الفلاشة لقيوا عليها فيديو لاحمد وهو بيتجوز واللي كان بيحيي الفرح بتاعه ناجي اللي هو صاحب عمره. اما ده بقى فيبقى تيمور. واللي نعرفه عن تيمور ده يا سيدي انه كان الدراع اليمين للمعلم سعادة. فاكر بقى الشات الواتساب اللي سبق واحمد فتحه وهم في العربية اهو؟ من خلاله جابوا بقى رقم تيمور وقرروا يكلموه. واحمد اتفق مع انه هيبعت لوكيشن معين يقابلوا فيه وهناك هما يتفاهموا مع بعض. بس اتضح ان تيمور راجل وقرر يبيع احمد، وامر الرجاله بتوعه ان هما اللي يروحوا على اللوكيشن ويخلصوا على احمد اللي هو في نظرهم المعلم سعاده. في وسط كل اللي بيحصل احمد واحمد كانوا راحوا البيت ضحى علشان يطلبوا ايديها للجواز. اي نعم، هي القعده عدت بطلوع الروح وحصل فيها مشاكل كتير، بس في النهايه عدت على خير وما حصلش اي فضايح. اليوم اللي بعده احمد وضحى اتقابلوا علشان يوصلوا لاي حل وسط. فضحى اقترحت عليهم ان هم يسلموا المليون جنيه لرؤوف علشان يحل عنهم ويدوهم مهله كمان يدوروا على اللوحه. وفجاه لقيوا العربيه بتاعتهم اتنين ركبوها وخدوها ومشيوا بسرعة البرق. فخدوا عربية تانية وخلوها تفضل ماشية ورا عربيتهم لحد ما لقيوا نفسهم لابسين في حيطة سد واتزنقوا زنقة سودا، وانتهى بيهم الحال زي ما انت شايف كده قدامك بالظبط. التلاتة متشعلقين من رجليهم وبيتعمل معاهم أحلى حفلة محترمة، حاجة كأنهم كده بيتجهزوا علشان يتخلص عليهم. في الأول خليني أسمعك حكاية الراجل اللي عمل فيهم كده. قالك في يوم لقيت واحد جاي ليا المعرض وبيقول لي إنه من المباحث وإنه جاي النهاردة علشان يعمل معاينة للمعرض، لأنه وصل لي معلومة بإنه هيتسرق بعد يومين، وأنا علشان راجل طيب وافقت أخليه يعمل المعاينة. التاني كان جاي علشان يسرقني هو بنفسه. وفي يوم المعاينة حصلت حريقة في المعرض، ويدخل الضابط شريف علشان ينقذ اللوحة من الحريقة، فاكتشف انه لا ضابط ولا من المباحث اصلا ولا اسمه شريف اصلا. فاظن دلوقتي احنا عرفنا ان بواب العمارة كان بيقول لمستر احمد يا شريف باشا ليه، واصلا الشقة كان مكتوب عليها شريف نجيب لانها كانت واحدة من شخصياته اللي كان بيتنكر فيها علشان يخلص مصالحه في المستخبي كده وعلى السريع. واللي حصل في معرض الراجل ان شريف بعد ما دخل سرق اعظم لوحة عنده اللي هي الحمامة والبزلاء. فقال لهم جدعانة مني هديكم حلين وانتم هتختاروا اللي يريحكم. الحل الاول قدامكم اسبوع كامل ترجعوا فيه اللوحة، وفي المقابل هديكم 10 مليون جنيه واحميكم من رؤوف. اما بقى الحل التاني انكم لو منفذتوش الاوامر فانتوا التلاتة هتموتوا في النهاية. التلاتة وصلوا لأهم حل هيجمعهم، ان هما التلاتة كده كده يا مقتولين مقتولين، فيا اما على ايد رؤوف يا اما على ايد صاحب المعرض.
طب والحل دلوقتي بقى ايه؟ ان ضحى اقترحت عليهم يودوا احمد لدكتور ينوموا مغناطيسي، لعل وعسى يقدروا يطلعوا منه بأي معلومة مفيدة تنفعهم. وفعلا مستر أحمد راح للدكتور وفضلوا يقروا فيه لحد ما عرفوا منه اسم الكباريه اللي دايما كان بيسهر فيه، والكباريه ده تبع واحدة رقاصة اسمها زوزو. المهم في كل دوت انه قدر يفتكر اسم الكباريه ويبلغهم بيه. هناك بقى هنقابل مين؟ هنقابل تيمور والبنت زوزو، واللي عايز الفت انتباهك ليه ان سواء كانت تيمور او زوزو فهم عارفين مستر احمد على انه معلم سعادة. في الوقت ده احمد خد الست على جنب، جايز تقع بلسانها في اي حاجة وتنفع في اي معلومة تفيدهم، لكن صاحبتنا كانت سكرانة طين ومش مجمعة خالص بيعملوا ايه بقى علشان يخلوها تقر وتعترف. جابوا لها الدكتور اللي بيعمل التنويم المغناطيسي لاحمد، اصل هو كمان كان موجود معاهم في الكباريه، وبالفعل قدروا يعرفوا منها ان ناجي هو نفس الحوت اللي احمد سبق واداله اللوحه. اللي هيكمل لينا بقى الحدوته تيمور. اسمع بقى قال ايه. احمد وناجي بعد ما وصلوا للوحه شالوها في الخزنه اياها اللي مش بتفتح غير بالبصمتين، اللي هو بتاعت احمد والراجل اللي ايده مقطوعه. وقال له يهدوا شويه لحد ما يقرروا هيبيعوا لمين. فاحمد قرر يبيع لرؤوف، اما بقى ناجي جاله عرض اعلى من واحد تاني، واحمد وناجي اتفقوا ان هما ما يتفقوش وكل واحد فيهم بقى ليه رأي. فراح ناجي مستغل تيمور الواطي ودفع له علشان يبلغوا بتحركات احمد اول باول. وده يوصلنا للشات الواتساب اللي سبق وشفناه بين احمد وتيمور. وقبل ما احمد يطفش الخزنة، ناجي كان وصل عنده وراسه في ألف سيف إن هو ياخد اللوحة. وبالفعل فتحوا الخزنة وناجي يا دوب هيدخل إيده وياخدها، قام أحمد مطير له كف إيده. وبكده يبقى احنا عرفنا الكف اللي لقيه في الشنطة بتاع العربية يخص مين بالظبط. اما بقى تيمور فخد نصيبه منه وكتب له الفيلا باسمه. ودي تبقى تاني معلومة عرفناها بعد معلومة الايد المقطوعة. المعلومة اللي تخص الفيلا بقى اللي سبق وشفنا احمد بيسأل عنها في الشهر العقاري. وبعد كل ده فاحنا مش قدامنا غير ناجي هو اللي هيوصلنا لمكان اللوحة، واللي عرفناه بقى عن الراجل ده فإن أقرب سكة لقلبه فهي الحريم. فاستغلوا ضحى في الموضوع دوت وخلوها تكلمه وتتفق معاه إنها تقابله علشان تقدر تدخل الفيلا بتاعته. وقد كان فعلا ونفذوا خطتهم، وضحى قدرت تلعبه وتجيب لرجله وقررت تروح له الفيلا. احمد واحمد كانوا مستخبين في شنطة العربية وقدروا يدخلوا معاها وما اخدوش وقت طويل، وكانوا ظهروا فجأة وهددوه لو ما قالش على مكان اللوحة هيكون الحكم على ايده التانية بان يحصل فيها زي ما حصل في ايده الاولانية. فعملوا معاه ديل محترم، هو يقول لهم على مكان اللوحة وفي المقابل حلال عليه الفلوس. فقال لهم ان الراجل اللي باع اللوحة كان ناوي يعرضها في المزاد بكرة العصر. شركة الديكور والتنظيم رايحين يجهزوا القصر علشان المزاد دوت. فالباشمهندس احمد قال له اللي هينظم القصر هما الرجاله بتوعنا، وانا وخالي هنكون معاهم علشان نعرف نعمل اللي احنا عايزينه. وقام جمع شويه رجاله من الكباريه بتاع زوزو وخدهم وقدروا يدخلوا القصر. وفي يوم المزاد انت مهمتك يا ناجي تدخلنا القصر من غير ما حد يشك فينا، وانت يا خالي هتكون واحد من المشترين. ومجرد ما اخر واحد من اللي قاعدين يقول اخر سعر انا هفصل الكهرباء، وانت بقى هتاخد اللوحة وتختفي من المكان. ولحد ما الكهرباء ترجع تاني المكان هيكون اتملى ب50 واحد لابسين نفس الماسك ومعاهم نفس الشنط اللي هيكون فيها اللوحة. وحلني بقى لحد ما يخلصوهم تفتيش. هتكون انت يا خالي هربت وسلمت اللوحة لناجي، وبالتبعية هيسلم اللوحة لصاحب المعرض ونقبض منه الفلوس وهنكون تحت حمايته من رؤوف. تمام لحد هنا؟ لا مش تمام. اسمع بقى المفاجأة اللي هتضرب كل اللي فات دوت. احمد وضحى اتفقوا على خطة تانية خالص بعيدة تماما عن ناجي، وقرروا انهم وقت ما يدخلوا القصر هيكون معاهم النسخة الاصلية من اللوحة ونسخة مزيفة، وهيقوموا حاطين اللوحتين في ظهر بعض. في اللحظة اللي هيفصلوا فيها الكهرباء اللوحة الأصلية هتكون قدام أحمد والمزيفة هتكون قدام خاله، علشان هي ديت اللي هيظهر بيها قدام الناس. وفي وسط ما هيكونوا مسحولين في الليلة ديت كلها أكون أنا خدت اللوحة وخرجت. ومش هيكون بقى لينا غير اننا نبلغ رؤوف بان ناجي باعه وقرر يسلم اللوحة لصاحب المعرض. ولما التلاتة هيتقابلوا فمن الأكيد إنهم هيخلصوا على بعض. وفي النهاية أحمد أخدوا اللوحة وراحوا يبيعوها لواحد كان موجود في المزاد وقبضوا تمنها كامل. وفي المشهد الأخير ضحى وأحمد أخيرا اتجوزوا. وفجأة دخل عليهم شوية رجالة ومعاهم سلاح وعايزين خاله، وكالعادة مش بيبقى فاكر هما مين ولا عايزين منهم ايه، بس اللي بيبقى متأكد منهم ان هما داخلين في مصيبة اكبر واكبر. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيلم واللي حصل فيه حاجات كتيرة، بس الاكيد انك لو تابعت معايا فشفتها كلها وانت مستمتع. لو الفيديو عجبك دوس لايك كده جامد واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من عالم التلخيصات الجامدة. وعايزك تكتب لي تحت في الكومنتات ايه اكتر مشهد عجبك في الفيلم. اشوفكم في فيديو جديد وحكاية جديدة وسينما جديدة، والسلام عليكم.